جارتي القروبه بتقول لي انت شاطره ولا هلوبه، شافتني عند بتاع السمك قالت لي ابدا ودماغها والف سيف لازم اعمل لها فسيخ معايا، بتحب موت تاكل الفسيخ من ايديا. يا بنتي يهديكي يرضيك ابدا، هتعملي لي معاكي يعني هتعملي لي معاكي، اشتري وزودي الكميه عشان هاخد منك. عينيا حاضر. وجبنا هنا السمك البوري يا بنات زي ما انتم شايفين كده، ودي الاحجام اللي موجوده في السوق الايام دي، مفيش اكبر من كده. السمكه اللي احنا جاي كنا بنجيبه الايام اللي فاتت، الفتره اللي فاتت، البوري الكبير ده اللي انتوا شفتوه في الفيديو الفسيخ اللي فات ده، مش هتلاقي الاحجام دي في الفتره دي، ماشي. المهم سمي بسم الله وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالي ندخل على الفيديو كده نشوف الفسيخ بيتعمل ازاي. تمام. تمسكي الفسيخ تغسليه غسله حلوه. الفسيخ لازم ما يكونش مفرز، اوعي تجيبي من اي سماك فسيخ مفرز. بصي عينيه مفتحه ومدوره ازاي، ده الفسيخ اللي انت يا بنات ممكن تجيبيه علشان تخلليه وتعملي منه الفسيخ، قصدي ده السمك، ماشي. المهم وتمسكيه تسيبيه في الهواء 5 6 10 ساعات على حد ما ينشف منك تماما، مبقاش فيه اي ميه خالص. تمام. وتمسكيه بالمناديل كده، بصي حتى لو نقطه ميه نزلت منه، دي البواقي المناديل دي بقى هتمتصها ومش هتخلي لك نقطه ميه فيه خالص. انا بغير مناديل واشيل مناديل واحط واشيل مناديل واحط على حد زي ما انت شفت كده، ما خليتش فيه نقطه ميه. تمام كده. تعالي بقى هاتي الملح الرشيدي اللي هو الخشن قوي 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 ده، ما بيخليلكيش السمك يحدق قوي، هو بيمتص الكميه اللي هو عايزها والباقي خلاص كانه مش موجود، بتنزليه زي ما هو لما بتيجي تفتحي على السمك. تمام كده. بدات احشي الخياشيم حلو قوي 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 والبق، وبصي احشيها يعني ما تستخسريش فيها، هو هياخد كفايته والباقي هيفضل زي ما هو، وطبعا الباقي طبعا بيترمي مع الراس يعني، فاهماني. احشي بقى السمكه واحشي الخياشيم حلو قوي 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 بسجوانتي كده، وظبطي نفسك او جلابز او اي حاجه، وظبطي ايدك كده بحيث ان ايدك ما تتخدش كمان من الشوك اللي هو بيبقى في السمك من بره ده، لان ده الشوك ده حامي جدا جدا يا بنات وبيعور الايد بمنتهى السهوله، فخلي بالك واعملي حسابك على الموضوع ده. زي ما انت شايفه كده حشيته كله 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 كله، مش هنخلي ولا سمكيه الا لما نحشيها. افتحي الخياشيم قوي قوي كده واحشيها. بصي البق بحشيها واحده كبيره زي ما الحايه كبيره. عايزه اقول لك ان السمك ده بيبقى انضف، الفسيخ ده بيبقى انضف من بره يعني وانضف واحلى واطعم وارخص بكتير بكتير قوي. هنا حطينا ملح رشيدي وعليه معلقه من الشطه، انا ما زودتش الشطه المره دي يا بنات علشان انا جايبه شطه بمعنى كلمه شطه، بتقول انا شطه، معرفش الراجل جابها لي منين صراحه الراجل العطار دوت عنده شويه شطه المره دي والله يا بنات. بصي لو حطيتي منها ربع معلقه لا تخلي لك الاكل رهيب بجد، يبقى حراق جدا، فعشان كده انا حطيت معلقه واحده على كميه الملح اللي انت شايفاها دي. على الاقل اي سمكه مش هتاخد اقل من معلقتين ملح عشان تبقي فاهمه، السمكه ليها معلقتين ملح. ليه بقى؟ لانك بتحشيه حشوه تمام. اهم ما في السمك لان مفيش حاجه بتتحشي فيه الا الخياشيم، فهو بياخد ملح كتير، ماشي. المهم بعد ما حشيناه زي ما انت شايفه كده اهو، بصي بقلظت السمكه وبقت حلوه ازاي معانا. تعالي هاتي بقى الاكياس بتاعتك ورشي كده في الارضيه سمك وبعد ما نحشيه اضغطي عليه. بعد ما تحشيه انا بكرر عليك اهو، ما تضغطيش عليه وانت بتحشيه عشان ما يطلعش ميه منك. بعد ما تحشيه اضغطي عليه ضغطه صغنونه كده كانك بتعملي له مساج كده وعاجبك كده، وطبعا بتبقى ايدك على الخياشيم قافلاها، مش بتبقى سايباها عشان الملح يقع منها، لا ايدك على الخياشيم وامسكي كده تدليكه صغنونه خالص خالص بصوابعك كده. بصي اهي في كل سمكه بعمل كده، وبحط راس وديل راس وديل زي ما انت شايفه كده. الشنطه فيها 3 سمكات زي ما انت شايفاها كده، وبرش على الوش شويه ملح من الخلطه اللي احنا عاملينها، وبربط الشنطه وبخرج منها الهواء. بصي بقى الهواء لازم يخرج، اوعي تسيبي هواء في الكيس، هواء في الكيس باظ الفسيخ. يا سلام. وجون يا منى، لا مش جون مش جون، دي تبقى كارثه بعيد عنكم وربنا ما يحكم علينا وعليكم يا رب. فيعني خلي بالك من النقطه دي، الهواء هو اللي بيبوظ لك الفسيخ على فكره. تمام. اضغطي على الشنط كويس قوي 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 وربطيها حلو قوي قوي، واديها بقى استرتش، ما يعني بصي ما تستخسريش فيها، ما تقلقيش. تمام كده زي ما انت شايفه كده بدات ان انا اغلفه حلو قوي بالاسترتش، وش وظهر طول وعرض، وبصي ظبطته والله. اي نعم الموضوع دوت بصي بياخد منك وقت حلو، مش وقت ولا حاجه،
بس في ناس بتبقى زهقانه منه كده وتقول لك لا ده متعب. لا والله لا متعب ولا حاجه، ده من اسهل ما يكون ومن اطعم ما يكون يا بنات. بتاكلي حته فسيخ زي ما انتوا عارفين الفسيخ بتاعنا المره اللي فاتت ضرب في المشاهده، وبصي عمل فرقعه حلوه قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين يا بنات ان انا ما بعملش الحاجه الا لما بكون واثقه هي هتطلع معاكي، يا الله اكبر وبسم الله ما شاء الله، وطلع معانا زي العسل وعجب معظم الناس، ومعظم الناس كانت طالبه منه والله، ولكن انا ما عملتش لحد المره اللي فاتت. تمام. المهم زي ما انتوا شفتوا كده بنحط برضو نفس الطريقه شويه في القاع بتاع الكيس، ونحط راس ورجل راس ورجل وزي ما راس وديل راس وديل وراس وديل، ونربط ونخرج الهواء ونفس القصه، وبنحط على الوش شويه ملح زي ما انتوا شفتوا كده، وحط بقى في اكياس، حط في اكياس، حط في اكياس، واديها استرتش زي ما انتوا شفتوا كده يا بنات. تمام. وربطي حلو قوي قوي، خرجي الهواء زي ما قلت لك، اهم خطوه من الخطوات. تمام كده. انا كنت على طول الجلافز اللي انا لابساه عمال يخرج من صوابعي، يخرج من صوابعي، صوابعي صغيره يا جماعه. طب والله العظيم بتحايل على الناس بتوع المستلزمات اللي انا بشتري منها، هاتوا مقاسي، هاتوا مقاسي. مفيش مقاسي، هعمل لها ايه طيب؟ صوابعي صغنونه جدا، لو عندكم جلافز على قد صوابعي ماشي. المهم زي ما انت شفت كده برضو بعمله بالاسترتش اهو زي ما انت شايفه كده. على فكره ده بيحفظه كويس قوي قوي قوي. المره اللي فاتت حد قال لي ليه بتحطي اكياس كتير، ليه بتعملي مش عارف ايه. يا جماعه ده بيحافظ عليه، ما يخشلهوش هوا خالص. بصي يعني نقطه الهوا دي مهمه جدا، دخلها هوا خلاص يا جماعه مش هيبقى مش كويس. فلازم موضوع الاسترتش ده، ولازم موضوع الاكياس الكتيره جدا 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 بتحافظ عليه من اي حاجه عامه. تمام. المهم هنعمل بقى الباقي كده زي ما انتم شايفين، ونحطه برده، والتدليكه اللي انا قلت لك عليها، المساج اللي احنا بنعمله للسمكه كده. وايدي بص على الخياشيم ازاي ماسكاها ازاي، مفيش ملحايه تقع منها تاني خلاص. دول اخر سمكتين اللي هم السمكتين، اكبر سمكتين حطيتهم الاثنين في كيس واحد. تمام كده يا بنات. وادي هاخد الملح اللي هو وقع اهو زي ما انت شايفه، وهحطه على وش السمك، وخلاص على كده نقفلها نفس القصه زي ما انت شايفه كده، ونربطها كويس ونخرج الهواء بتاعها، ونسلفنها كويس قوي قوي قوي. ماشي تمام. كل الخطوات هي مفيش اي مشكله، كلها واحده. تمام كده يا بنات. طيب هيقعد قد ايه يا منى؟ هيقعد هيقعد 15 يوم على الاقل. تمام. ليه بقى؟ لان الشتاء غير الصيف، دي الحاجه الثانيه انا يا بنات مصوره الفيديو ده بقالي يعني اكتر من 4 أو 5 ايام، معلش لكن هو منزل لكم متاخر لاني والله كنت تعبانه جدا الايام اللي فاتت، فما كنتش قادره بصراحه ان انا اسجل. تمام كده يا بنات. المهم هيتفتح في العيد ان شاء الله باذن الله، وهيكون عدى عليه الوقت المناسب، وهيطلع زي الفل باذن الله، باذنك يا رب. تمام كده حبايبي. زي ما انت شايفه بنكيس حلو قوي قوي قوي، وهنلم الليله دي بتاعتنا ونكمل الفيديو بتاعنا، ونشيل السمك بتاعنا او الفسيخ بتاعنا. بصي انا عماله احط في اكياس برضو ازاي، ده انت هتلاقيني حاطه يجي 30 كيس، مفيش مشكله. هي الاكياس هي اللي هنفتحها مع بعض ان شاء الله لما نفتحه مع بعض في العيد. مش هنفتحه طبعا مع بعض المره دي كده، لكن هنفتحه مع بعض في العيد ان شاء الله. لسه الفيديو يا منى في حاجه طبعا في حاجه، وفي اهم حاجه كمان بالنسبه لي انا انا يا جماعه من الناس اللي بتحب الفسيخ وبتحب البسارية وبتحب المملحات كلها بانواعها كده. ربطناها وحطيناها في كيس اهي زي ما انت شايفه، وكيس جوه كيس، كيس جوه كيس. ما تقلقيش خالص، محدش يقول لي ليه ومش ليه، لازم. وانا بقول لك اهو دي خطوه مهمه جدا جدا جدا. تمام. تعالي بقى نحطه في العلبه ديت بعد ما قفلناه كده، وقفلي عليه علبتك وشيليه. يتقلب كل 3 أو 4 ايام، كل 3 ايام يعني مرتين في الاسبوع. تقلبيه على الجنب الثاني، تقلبيه على الجنب الثاني على حد ما تفتحي عليه على خير ان شاء الله. تمام. تعالي بقى نحط بقى ايه، نعمل البسارية الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها كذا مره قبل كده، عملناها على الصفحه بتاعتنا، عملناها على اليوتيوب. زي ما انت شايفه كده. هنحط شويه من الملح في القاع، ونحط حبه من البسارية. البسارية دي مغسوله ومتصفيه كويس قوي قوي قوي، وكمان متنشفه كويس قوي قوي، نشفت من الميه زي ما انت شايفه كده، ما فيهاش نقطه ميه. خلي بالك من موضوع نقطه الميه ده في الفسيخ او في البسارية او في المملحات عامه. تمام. وبحط راق وراق راق ملح وشطه وراق بسارية، وهكذا. ادي العلبه بتاعتنا ده يا بنات كيلو من البسارية زي ما انت شايفه كده. بحطه في علبه وبقفل عليه على حد ما اجي افتحه. بياخد قد ايه؟ حوالي 4 أو 5 ايام بالكتير قوي لو الجو عندك ساقع. 4 أو 5 ايام بيكون استوى معاكي، بيبقى زي الفل. هنا هنحط ورقتين لورا كده زي ما انت شايفه، وشويه من الزيت بس كده. ده بالنسبه للبسارية بتاعتنا، بتطلع جميله جميله جميله، عملناها مع بعض كذا مره وطالعه زي العسل. وادي يا بنات كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما شفتش ولا واحده عملت لي لايك ولا شير ولا منشن ولا اي حاجه يا بنات. انتوا فين يا بنات؟ انتوا فين؟ ده فسيخ، ده فسيخ والله العظيم
عارفين ده فسيخ، ودي كمان بسارية. واحلى اكله في العيد بقى يا بنات بعد دوشه الصيام اللي احنا فيها ديت والاكلات اللي احنا عمالين نعكها، دي احلى اكله اللي احنا هناكلها فعلا. ادي البسارية بتاعتنا في علبه اهي زي ما انت شايفه، وعندك كمان الفسيخ في العلبه بتاعته اهو. هنشيلهم مع بعض ونفتح عليهم ان شاء الله في العيد. كل سنه وانتم طيبين، واوعي تشتري حاجه من بره، بيتك موجود وخيرك موجود، وكل سنه وانت طيبه.